عسلامة ومرحبا بكم في ريسيت جديدة. اليوم مش نحضروا مع بعضنا شوربة العدس. لشوربة العدس نستحقوا بطاطا، سناريا، معدنوس، عدس أحمر، ثوم وبصل. ناخذوا مغرفتين زبدة كبار، نحطهم في الكسرونة، نحطوا عليهم كعبتين بطاطا صغيرين هذوكا، مش مشكلة ما نقصوهمش كبار، ما نقصوهمش صغيرين، عادي نقصوهم كبار، ما نتعبوش روحنا خاطر كل شيء باش يترحى. باش نزيد عليهم واحدة سناريا، باش نزيدو عليهم 3 سنون ثوم صحاح وبصلة مقصوصة كما قاعدين تشوفوا. نخلطوا الميلانج متاعنا بالكدا ونحطوه على الغاز. اول ما نحسوا كولور البطاطا تبدل ولا هكا على الاصفر شويه، نزيدوا عليه العدس. بالنسبه للعدس قبل كل شيء استحقينا بالضبط صحفه عدس. صحفه عدس غسلتها مليح مليح وصفيتها بالكدا باش ما يكونش فيها تراب ولا حاجه وقزه. باش نزيدوا العدس متاعنا وباش نقعدوا نقليوه بشويه، هذه كل على نار هاديه. بالنسبه للشوربه هذه انا نحبذ في رمضان انه يكون ما نحبش تشيش وشوربه حليله، ديما نبدل. دونك شنو عندكم رمضان السنه برشا انواع نتاع شوربه باش تزينوا بهم طاوله رمضان ان شاء الله. جوست تابعونا وما تنسوش باش تفعلوا الجرس. توا مش نقصوا شويه معدنوس اللي قصيناه، مش نحطوا شويه معدنوس من اللي قصيناه. باش نخلطوا الميلونج نتاعنا مليح مليح. انا فما ناس ما تحطش معدنوس، اما نحب المعدنوس هكا نحسه يعطي مطعم، وبالنسبه لي ما نجمش تكون شوربه من غير ما فيهاش حاجه خضراء، كلافس معدنوس لازم معناه بالنسبه لي. شو نحطوا ماء سخون يغلي، باش نخليو الغاز بشويه حتى لين تطيب الشوربه نتاعنا. بالنسبه للشوربه نتاعنا الريفرنس نتاعنا باش نعرفوها اللي هي طابت هو البطاطا والسفناريا. اول ما نشوفوا البطاطا والسفناريا طابت دونك راهي الشوربه نتاعنا حضرت، خاطر العدس ما عندوش روح. بالنسبه للشوربه راهي طايبه في المساس كومبليتمون، يعني لا فيها لا ملح لا فلفل لا حتى شيء. توا مش نملحوا كل شيء، مش نحطوا لفاح ونخلطوا. نستحقوا للشوربه فلفل اكحل، شطر مغرفه صغيره فلفل اكحل. نستحقوا شطر مغرفه ملح، ما نملحوش برشا خاطر مش نحطوا مكعب ماجي دونك المكعب مالح. نستحقوا مغرفه صغيره مليانه كمون، ومغرفه صغيره مليانه كركم. ناخذوا مكعب ماجي بالخضره بالدجاج المتوفر عندكم، يحبذ انه يكون بالخضره. نخلطوا الميلانج متاعنا بالكدا وباش نرحيوه. اول ما تغلي شويه بعد ما ترحى نسكروا عليها الغاز خاطر ديجا طايبه. انا بالنسبه لي نحب نرحي، نحط الفاح قبل ما نرحي. فما ناس ترحي وبعديك تحط الفاح، انا بالنسبه لي ماذا بيا انه نضمن انه الفاح الكل دخل في الشوربه، على خاطر ماهيش باش تتغلي برشا من بعد، دونك نجم يكون هكا الكعابر نتاع الفاح موجودين. دونك بالنسبه لي من المستحسن انه نفوحوا قبل ما نرحيه. كهو هذيك هي اول ما نرحيوها هي تاخو غلوه بسيطه واحنا نسكروا عليها الغاز، وكيكه تكون الشوربه متاعنا حضرت. صحة ليكم وبشفاء، ونستنى الرتور متاعكم. وحبيت نقولكم في اخر الفيديو ميرسي 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 بوكو على التفاعل متاعكم وعلى لي كومنتير، راني قاعده نقرا فيهم الكل. وان شاء الله رمضانكم مبروك.